السلام عليكم، أنا عبد الرحمن مؤلف كتاب احتفظ بمقعدك في الحافلة. الفيديو ده موجه للآباء. إزاي تدمر حياة ابنك في خطوة واحدة فقط؟ لا تسمع له واجعله دايما يقوم بما تريد أنت فقط. قصتي مع والدي سنة 2005 بدأت أحول دولارات، وكان الدولار ب5 جنيه ونص، وكنت بدأت أحوش دولارات. مع الوقت بقى معايا مبلغ كويس، ولما والدي اكتشف الموضوع دوت أجبرني وخلاني إن أنا أحول الدولار. تخيل معايا دلوقتي لو أنا كنت فضلت من 2005 لغاية دلوقتي بحول دولارات، كان زمان مكاني بقى فين. بس خليني أقولك إن هما بيقوموا بتربيتنا بما يعرفونه، وبما يرونه أنه في مصلحتنا فقط. فهو ده مش عيب فيهم، ولا إن يكون سبب إن احنا نكرههم، ولكن هما بيربونا بالطريقة اللي هما شايفينها إن هي صح. شكرا لكم.